أكرم بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا نجم لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا، أم في بيت فيه رضاه فاخترتن الجنة محيا. يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا، أم في بيت فيه رضاه فاخترتن الجنة محيا. فخديجة أم الأبرار كنت الوطن وكنت الأمنا، عائشة بنت الأطهار حبك عهد الحب وسنة، في صدق الحب لها شهدا خير حبيب فهي صفية، آيات نزلت لك تهدى زينب صنت العهد تقيا. بل أعظم بحديث يروى عنهن، لا قمر لا شيء يدنو منهن، لا قلب يشبههن إن نطق الطهر فهن في بيت الوحي بأنوار للأمة كن الأم. سيدة ملأت من أنس بيت الهادي هذه سودا، ميمونة يا أزكى نفس تقواها صلة ومودة، أم سلمة الحكمة منك نور يهدي من يلقاه، أم حبيبة طبت وفيك نسب ما أكرم ملقاه. وجويرية البركة أنت في قومك فهم الأصهار، حفصة كم ذا قمت وصمت فإذا بسماء أسرار، زينب بنت خزيمة يروى عن جودك وعطاء يديك لمساكين كنت المأوى، يا من صلى الهادي عليك. ضاعف أجرا وتلا ذكرا فيكن فمن أكرم هديا، تبقين الحب سقى عمرا شمسا عافية للدنيا. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه
فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.